ملحوظة يا جماعة، بس حابب أوضح حاجة. أنا لما اتكلمت على إن البوتات كتير، فده عشان في بوت هتكسب منه $5، في بوت هتكسب منه $1، في بوت هتكسب منه 150 و200 دولار، في بوت هتكسب منه $300. في برنامج واحد بس اللي من أول ما تشترك فيه كده من أول يوم أنت واخد $40. برنامج واحد بس، تم اللي أول لما تشترك فيه ب $40. طبعا انا المقدمه دي انا ما كنتش قلتها، فانا قلت احطها في بدايه الفيديو. شوفوا بقى طبق الفيديو. بعد كده اي استفسارات اي حاجه راسلوني على الواتس في الرقم اللي انا سايبه في اخر الفيديو، واللي مكتوب برضو تحت الفيديو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ رب تكونوا جميعا بخير. نبدا الفيديو الاول بالصلاه على حبيبنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم امين يا رب العالمين. في الفيديو ده انا جاي اشرح استراتيجية ازاي تقدر تحقق من خلالها حوالي متوسط. طبعا كل ما هتزيد طبعا كل ما يكون احسن لك، يعني بس من 5 ساعات يوميا تحقق متوسط حوالي 5000 جنيه يومي، شهريا. 5000 جنيه شهريا. طبعا كل ما تزيد في الساعات 6000، 6 ساعات 7 ساعات براحتك زي ما انت عايزة. تمام. ممكن تحقق اكتر من كده انت ونصيبك حسب مجهودك في الشغل في خلال الفترة دي. تمام. الشغل ده هيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت هتشتغل من خلال الانترنت في البيت عن من طريق بوتات التليجرام. تمام. طيب في ناس هتقول لك ده اصل ده الموضوع ده ممكن يكون نصب، اصل الموضوع ده يكون حقيقي. هقول لك اسمع الفيديو للاخر، ما تستعجلش. تمام. الفيديو 10 دقايق او مش عارف، مش هيكمل ان شاء الله ربع ساعة، بس ان شاء الله يعني انت هتكسب مش هتخسر، خصوصا انك مش هتدفع ولا مليم. انت بتنفذ حاجات من وانت قاعد في البيت من غير ما تدفع ولا مليم. طيب الشغل ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن تعدين عملات مشفرة او عملات رقمية. تمام. بره مش هنا. تمام. طيب إيه ده بيكون ايه؟ قبل ما يكون ده بيكون ايه، تعالى نتكلم عن العملات الرقمية الاول كده، ولازم نوضح ايه هي العملات الرقمية وهل فعلا العملات دي فعلا معترف بيها رسميا ولا مش معترف بيها رسميا. تعالى كده نبص على حاجة. ان احنا لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان احنا عندنا عدد العملات الرقمية حوالي 10,000 عملة رقمية. تمام. قيمتهم بتساوي 2 تريليون دولار و400 مليار دولار. تمام. وهتلاقي طبعا في عملات طبعا زي البيتكوين، طبعا اكيد كل سمع عنها. سعرها الاثيريوم دلوقتي سعرها 3000. تمام. وهكذا. والسولانا مثلا 183. تمام. وهكذا انت بقى بتنزل واحده بواحده بواحده. تمام. في الاسعار 10000 اليو اس دي كوين. تمام. دي كلها انت هتلاقي اسماء غريبه ما تسمعش عنها قبل كده. تمام. بتساوي فلوس. طيب انت وظيفتك ان انت من خلال البوتات بتاعت التليجرام ان انت بتعمل الكلام ده. فانت فهمت انت هتعمل ايه؟ طيب فانت المفروض ان انت في خلال ال5 ساعات اليومية دي في عندك مثلا حوالي 15 بوت 20 بوت. طبعا كل ما تزود اكتر كل ما يكون احسن لك. بتشتغل عليهم بتنفذ عليهم مهمات يومية. كل بوت منهم هياخد منك حوالي 10 دقايق يوميا. حوالي 10 دقايق. تمام. تنفذ مهامه بحيث وقت توزيع الارباح بتاعته هتلاقي نفسك الحصيلة بتاعتك انت عامل مبلغ محترم. والميزة هنا انك مش تقبض في الشهر، يعني الميزة هنا انك هتقبض المبلغ على بعضه. يعني فاهم الفكرة؟ طيب ازاي بقى ان انا ممكن اعمل الكلام ده؟ تعالى ناخد مثال بسيط يعني ايه بوتات عشان نفهم يعني ايه بوتات. تمام. وانا همشي معاك واحدة واحدة. يعني انت ايه، يعني انا اللي انا هعمله ده لسه في كورس مكمل وفيديوهات مكملة. تمام. إيه خطوة بخطوة إيه تفهموا الكلام ده. مش هيبقى كتير، يعني هتبقى فيديوهات مش كتير. عندي مثلا بوت زي ده. تمام. بوت هامستر كومبات، بوت مشهور جدا جدا يعني ما شاء الله. تمام. يمكن عدى اكتر من 300 مليون مستخدم. حاجه عاليه جدا. تمام. المفروض البوت زي ده انت المفروض بتعمل ايه بقى؟ انا هاخد البوت ده كمثال. المفروض في البوت ده اللي انا هشرحه عليه تقريبا كل البوتات واحد، كلها نفس الشكل. ان انت المفروض الطبيعي انك بتزود ده تخلي ده يزيد. تمام. عشان تصرفه على حاجة اسمها كروت. صفحة الكروت بتتفتح من حاجة اسمها ماين. يبقى عندك في كل البوتات الصفحة دي. تمام. مجرد ما بتخش على الماين دي بتلاقي عندك حاجة اسمها كروت، دي اسمها كارت اهو. تمام. يعني الكارت ده عشان اشتريه مثلا ب 725 ألف. تمام.
ب 725,000 عشان يديني ربح كل ساعة كام؟ يديني ربح كل ساعة 193. يعني ايه ان انا اصرف كام ويديني ربح والكلام ده كله؟ يعني هديك مثال، انا بصرف من المبلغ ده 725,000 عشان يزود لي هنا 175، احنا مش فاكر 175 ولا 125. تمام، يزود لي هنا 125. ده معدل ربحي في الساعة. يعني انا ربحي في الساعة 3,950,000. تمام، ده اول قاعدة اساسية في اي بوت، في اي بوت. تمام، ده اول قاعدة اساسية، ده رقم واحد. رقم اتنين، تمام، مطلوب منك يوميا بس انك بتفتح الكروت دي. تمام، بيبقى كل بوت فيه متوسط تقريبا 3 كروت يوميا، وكل يوم مختلف عن التانية، كل يوم مختلف عن التانية. تمام. طب انت بتعرف الكروت دي ازاي؟ انا اللي ببعت لك كل يوم الكروت دي على رقم الواتساب اللي هتلاقيه موجود تحت الفيديو. تمام، واللي انا هسيبه لك في اخر الفيديو برضو في رسالة خاصة. تمام، تتواصل معايا، وكل يوم برسالة خاصة ببعت لك الكروت بتاعت كل بوت هتشتغل عليه، كده كده يعني. تمام. طيب، ده بس اللي بكسب منه؟ لا، في مهمة كمان، دي اللي بتعملها لمرة واحدة بس. ايه هي؟ الا وهي خانة القرد. هتلاقيها برضو موجودة في 90% من البوتات. تروح ضاغط عليها، بتلاقي فيه مهمات، كل اللي قدامه علامة صح دي اتنفذت، كل اللي قدامه علامة صح اتنفذت، اللي قدامه غلط اللي ما ادوش صح ده ما اتنفذش. يعني انا افتح كده، تمام، هو بيقول لي هتفتح تعمل تشيك تاخد 100,000، خدت ال 100,000 اهو. تمام. طيب، ده بيقول لك افتح الفيديو ده عشان خاطر تاخد ال 100,000. طيب انا لو جيت فتحت كده، تمام، هيروح محولني على اليوتيوب، مش هتفرج، هروح اعمل كده. تمام، واخش على البوت، خلاص شكرا كده انا نفذت المهمه، بعد ساعه استلم المكافاه بتاعتي. تمام. طبعا في الانضمام للتليجرام، وطبعا للبوت على الاكس واللي هو التويتر، الكلام ده كله. تمام، الموضوع سهل بسيط، هو ده شغل البوتات. تمام، هو ده شغل البوتات. تمام، انك هتشتغل على البوتات بالشكل ده. تمام. في عندك طبعا حاجات اضافيه بقى بتختلف من بوت للتاني. مثلا يعني انا عندي هنا اللعبه اللي هي اللي موجوده هنا دي عباره عن لعبه من خلالها طبعا انا لما بلعب بكسب اكتر. تمام. تمام. اللعبه اللي دي كمان حاجه اسمها شفره، بتختلف من بوت للتاني. بتبقى في بوت مثلا عباره عن كلمه سر، بتبقى مثلا في بوت تاني عباره عن ضغط في اماكن معينه في البوت. الكلام ده كله تسجيل يومي، ان انا بضغط هنا واعمل تسجيل يومي. الكلام ده كله تسجيل يومي يا جماعه من الديلي ريورد، من الديلي ريورد اهو. تمام، ده شغل البوتات. ده انا هسيب لك تحت الفيديو روابط لبوتات كتيره جدا، اشترك فيها ونزلها بالشكل ده. طب انت ازاي تعملها الشكل ده؟ هي تبقى تليجرام، فانت هتبقى محطة تليجرام. هقول لك بسيطة جدا. ادي البوت اهو، الهامستر اللي احنا كنا عليه. تمام، هنضغط على على الاسم من هنا، تمام، بتاع الهامستر. جميل. وهضغط على الثلاث نقط اللي فوق، وهضغط على انشاء اختصار. مجرد ما انا عملت كده هلاقي البوت بقى موجود بره في شكل تطبيق. انا عندي بوت، طب تيجي نخش بوت تاني كده عشان نعاين. تمام، ادي بوت تاني اهو، نفس الفكرة. تمام، نفس الفكرة. عندي صفحة الكروت هنا اهي، وعندي الكروت اليومية اللي مفتوحة. عندي اللي طلعوا التاسكس اللي هي المهمات اللي هي الارن، طبعا هنا اسمها تاسكس، دي مهمات واخدة نفس الشكل بالظبط. وعندي هنا طبعا بقى ما انساش في حاجة انا ما شرحتهاش هناك، ان احنا من خلال شايفين ال 3000 دي. تمام. انت بتضغط على البوت بالشكل ده. تمام، فيبتدي 3000 يقل، ده بيزودك في الارباح فوق اهو، بيزودك في الارباح فوق. تمام، في الكوينات اللي انت بتستعملها. تمام، جميل، حلو، انت عملت الكلام ده. جميل، هتعمل ايه بقى؟ خلصت. في عندنا حاجه بقى موجوده في كل البوتات اللي هي بتاعت بوستس دي. تمام، لما تضغط عليها بيقول لك ايه؟ انا عندي مثلا هنا، طبعا انا مستنفذها فهو مديني 0 من 3، بيقول لك ليك 3 مرات مجانا ان انت تملى. يعني انا مثلا ايه، لو انا ضغطت هنا المفروض، تمام، انا اللون الاصفر، الشريط الاصفر ده لما ينزل لصفر، تمام، لما ينزل لصفر هضغط على الاختيار اللي انا كنت ضاغط عليه هنا ده،
هيروح عامل ايه؟ هيروح مرجع لي دول 3000 تاني، فابتدي اضغط تاني، ليه 3 مرات مجاني. ده في اي بوت في الدنيا هتلاقي القصه دي موجوده. عندي الديلي لوجينج اهي زيها زي التانية برضو، مش اي مشكله خالص. تمام. عندي كل حاجه زيها زي التاني. ده شرح البوتات باختصار. تابعني على الواتس، ده رقم الواتساب. تمام. لاي استفسار او عشان يوصلك جديد حل شفرات الكروت اليوميه، لان طبعا كل بوت ليه شفرات وكروت يوميه. ده اللي بياخد منك حوالي مثلا شغل حوالي 5 دقايق 10 دقايق ان انت تنفذ المهمات اللي عليك، عشان خاطر لما بيوزع ارباحه تمام تاخد ارباحك. طيب في اسئله تانية انا عارف انك هتسالها، انا هاخد ارباحي ازاي، هاخد مكسبي ازاي، هكسب كام، الفلوس بتبقى ايه، الكلام ده كله دي مش قصتك دلوقتي. تابع معايا خطوه بخطوه. اول خطوه انك هتشترك في البوتات اللي تحت وفي اللينكات اللي تحت، وتبتدي تشتغل على البوتات دي كل يوم. طيب اي بوت انت مش فاهمه ابعت لي رساله على الواتساب. تمام. هتبعت لي رساله على الواتساب اهو. تمام. وانا برد عليك خاص، مش جروب، ببعت لك اقول لك هتعمل ايه وتنفذ 1 2 3 مجاني، ما تقلقش. اشوفكم في فيديو جديد وتكمله للشروحات دي. بعد كده لاي استفسارات انا هجمع كل مجموعه استفسارات هعمل لها فيديو، كل مجموعه استفسارات هعمل لها فيديو، وهتلاقيني متابع معاكم. سلام عليكم.